أحلى مكرونة بالبشاميل ممكن تدوقوها بحشوة مختلفة تماما. لو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير. في حلة على النار هننزل ب3 معالق زيت ونضيف عليهم 2 كبار معلقة سمنة علشان نعمل البشاميل بتاعنا. هننزل ب5 معالق كبيرة دقيق ونحمره شوية كويس قوي، وننزل عليهم ب3 كوبايات لبن وكوبايتين من مية سلق المكرونة. الحقيقة بتخلي البشاميل في حتة تانية خالص. ونقلبهم حلو قوي مع بعض لحد ما يبقى ده قوامهم. ننزل عليهم بالملح والفلفل، وانا بحب احط شوية حبهان مطحون بيدي طعم وريحة جميلة جدا، واقلبهم كويس قوي واسيب البشاميل بتاعي يبرد تماما. في طاسة على النار هحط 2 معلقة زيت، وهنزل بصدور فراخ اقطعها مكعبات اشوحها كويس قوي في الزيت، وانزل عليهم البهارات بتاعتي، بهارات فراخ، بابريكا مدخنة، فلفل اسود وملح وتوم باودر، واقلب البهارات كويس قوي. وبعدين انزل بمعلقة صلصة واقلبها حلو قوي معاهم. وبعدين انزل بمجموعة فلفل الوان واقلبهم كويس قوي قوي معاهم. ولو احتاجت شوية مية اضيف لها علشان الفراخ تستوي. وكده الحشوة بتاعتنا خلصت والبشاميل بتاعنا برد تماما. هنحط له نص معلقة بيكنج باودر اللي بتخليه في حتة تانية خالص، وبتخلي المكرونة بتاعتنا جوسي تماما. هبدأ أرص الصينية بتاعتي. هحط في الصينية بتاعتي مغرفتين من البشاميل واسويهم كويس. واجيب المكرونة بتاعتي اللي انا سلقتها في مية وملح، اضيف عليها جزء من البشاميل واقلبهم حلو قوي معاه، وانزل بنص المكرونة في الصينية بتاعتي واسويها كويس قوي. وبعدين اضيف عليه مغرفة من البشاميل بتاعي، وانزل فوقيه بالحشوة بتاعتي بتاعت الفراخ. الحقيقة الفلفل الرومي بيخلي الحشوة دي في حتة تانية خالص. وبعدين اغطي الحشوة بتاعتي ببقية المكرونة، وانزل عليه ببقية البشاميل بتاعي واسويه كويس قوي. وارش عليه ميكس من الجبن، موتزاريلا والتركي والشيدر، وادخلها الفرن لحد ما وشها يحمر. وده شكلها النهائي. مش قادرة اقول لكم ريحتها قد ايه جميلة وقد ايه شكلها جميل. والبشاميل قد ايه جوسي. بس اهم حاجة نحط نص معلقة البيكنج باودر بعد ما البشاميل يبرد تماما، لان لو حطيناه وهو سخن البشاميل في الفرن هيفور. وطبعا هي بتطلع قطعة كاملة على بعضها، ودي ميزة البيكنج باودر. وزي ما انتوا شايفين جوسي خالص. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي اسئلتكم ورأيكم في التعليقات، لانها فعلا وصفة متميزة وطعمه مختلف تماما وحاجة جديدة ومبتكرة. وبالهنا.